5 أسباب لاصفرار الفول البلدي. هعرفك كل سبب منهم وطريقة علاج كل سبب على حدة. الفول البلدي في الشتاء حساس جدا، وأكتر مشكلة بتقابل أي حد هي اصفرار الفول. ورق أصفر، نمو بطيء، عود واقف، مفيش تفريع. في الفيديو ده هعرفك أخطر 5 أسباب بتعمل الاصفرار، وهنمشي خطوة بخطوة على العلاج الصح اللي بيرجع النبات لسابق عهده في خلال أيام. تابع للآخر، وآخر نقطة هي اللي بتحدد كل سبب لوحده. السبب الأول العطش. ناس كتير تقول الفول بيحب العطش. أيوة، بس العطش الزيادة بيوقف النمو ويخلي الورق يصفر من تحت لفوق. علامات العطش: الورقة تقفل على نفسها، أو الورقة لونها أخضر غامق شوية، أو العود واقف ومش بيطول، أو التربة ناشفة جامد. العلاج: رية خفيفة لمدة 10 إلى 15 دقيقة، وتكرار الرية بعد 4 إلى 5 أيام حسب نوع الأرض. وممنوع تغرق الأرض مرة واحدة علشان دي بتعمل صدمة للنبات. السبب الثاني الغرق وزيادة الري. الغرق أخطر من العطش. لما الجذر يتخنق من المية النبات يفقد لونه ويتحول للأصفر الغامق بسرعة. علامات الغرق: تربة طرية زيادة، ريحة عفن خفيف، اصفرار من تحت، عود بيميل، أو ذبول بعد الري مباشرة. العلاج: نوقف أي ري 7 إلى 10 أيام، وفتح مصرف صغير حوالين الخط، ورشة كالسيوم بورون زائد أحماض أمينية، ودي بتنقذ النبات فعلا. وفي الأراضي الرملية نختصر زمن الري إلى النص. السبب الثالث رش مبيدات وحشائش بدري. كتمة المبيد على النبات الصغير بتعمل اصفرار رهيب، خصوصا لو الرشة قبل 15 أو 20 يوم، أو أكتر من رشة ورا بعض. علامات إن المشكلة من الرش: الورقة لونها أصفر باهت، حواف الورقة نشفت، النمو واقف تماما. العلاج: وقف أي رش أسبوع كامل، وندي رشة أحماض أمينية زائد كالسيوم بورون بعد 3 أيام من الري. وممنوع ترش أي حاجة غير ضرورية أول شهر. السبب الرابع نقص المغذيات. الفول محتاج عناصر معينة، أولهم الفوسفور والكالسيوم. لو الأرض فقيرة فيهم النبات يضعف ويصفر. علامات نقص الفوسفور: نمو بطيء، لون مايل للغامق، جذور ضعيفة. وعلامات نقص الكالسيوم: ورق متني، اصفرار بين العروق، عود ضعيف. العلاج: إضافة شوية سوبر فوسفات قد قبضة الإيد على كل خط لو العمر لسه أقل من 35 يوم. رشة كالسيوم بورون مرة كل 15 يوم. السبب الخامس أمراض ذبابة الفول. وفي أمراض فطرية زي الصدى وعفان الجذور وتبقعات الأوراق. وفي حشرات زي المن ودودة الأرض والذبابة اللي بتعمل اصفرار شديد. علامات الأمراض: تبقعات بنية أو سودة، اصفرار في قمة النبات، ورق يقع. العلاج: لو في حشرات نرش إيماكتين أو أي مبيد موثوق فيه، ولو في تبقعات نرش منكوزيب أو كورولوتالونين. مهم جدا ممنوع ترش والمكان عطشان أو الجو بارد. الخلاصة والعلاج الشامل: لو الفول عندك أصفر ومش عارف السبب، ادي رية خفيفة 10 ل 15 دقيقة، وبعد يومين ادي رشة كالسيوم بورون. وقف أي مبيد أسبوع، وراقب لو الأرض تقيلة افتح صرف. ولو الورق لسه فيه اصفرار ضيف سوبر فوسفات بسيط من 3 إلى 5 أيام، وهتلاقي الورق فتح واللون رجع والنمو اتحسن. لو استفدت قول لي عمر الفول عندك كام يوم، ولو تحب اعمل فيديو كامل عن برنامج تسميد الفول من اول يوم للحصاد اكتب لي في التعليقات.